اهلا بيكم في خبر جديد على قناتي وقناتكم. هنتكلم النهاردة عن المطربة شيرين عبد الوهاب واحداث ومفاجآت غير متوقعة بعد خروجها من المستشفى. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تدعموني باللايك، ويسعدني انضمامكم للقناة وتفعيل زرار الاشعارات على الكل عشان كل الجديد يوصلك لحد عندك اول باول. عليكم كام معلومة وصلتني فأقولها لكم عن موضوع شيرين بعد ما خرجت من المستشفى. شيرين ما راحتش على بيتها، شيرين خرجت من المستشفى وراحت على مكان ما حدش يعرفه، زي ما بقول لك كده. يعني لا أهلها يعرفوا ولا حتى بناتها يعرفوا ولا حتى الراجل المساعد بتاعها يعرف. يعني هي عندها حد مساعد ليها وسواق ليها، يعني هو عارف تفاصيل حياتها كلها وهي بتثق فيه، ما يعرفش. وحسام ما راحش خدها من المستشفى، يعني الصورة المتداولة صورة قديمة. اللي راح خدها هو المحامي بتاعها ومدير أعمالها، وبعدين بعد كده هي خرجت وراحت على مكان هي لوحدها اللي تعرفه، واجرت مكالمه بين الفنان مصطفى كامل وطمنته عليها وشكرته. طيب موضوع البنات، هي شافت البنات امبارح بالليل، يعني هي خارجه من يومين، قالت للراجل السواق والمساعد بتاعها يا فلان انا هبعت لك او هكلمك واقول لك انا فين عشان تجيب لي البنات. ما راحتش على الفيلا بتاعتها اللي في سودك، ولا اخوها يعرف ولا اختها ولا امها ما يعرفوهاش هي فين. وبحسب المعلومات اللي وصلتني ان هي قابلت حسام، وان هي كلمته وقالت له انا في المكان الفلاني. ده اللي حصل بالظبط. بتعمل كده ليه الله اعلم، هي حرة وهي حرة في تصرفاتها، وطالما القانون بيتيح ليها وبيبيح ليها انها تتصرف وتاخد قرار، يبقى اذا هي حرة. لكن بعد كده هي ما تطلعش وتخرج وتعيط و يعني تثير شفقتنا وتتعب قلوبنا. احنا بنتكلم على انسانة مصرية بصرف النظر انها شيرين او غير شيرين. انا بتكلم على واحدة، وناس كتير جدا كانت بتقول لي يا عم هي من بقية اهلك، انت مالك محموق كده ليه، انت هنا على شيرين وانت حاجات كده. انا يا جماعة الموضوع مش شيرين، انا بتكلم من منطلق انساني اكتر. دي واحدة كنت شايف زي ما كان بيقال انها غير يعني مسؤولة، او تصرفاتها غير مسؤولة وفقا للظرف اللي هي فيه، ان هي ست بتعاني من مرض وادمان الى اخره. فانا كنت بحاول ان يعني اثير الناس علشان تقف جنبها، الناس المسؤولة زي مثلا نقابة الموسيقيين، زي الناس اصدقائها، مش اكتر من كده. ولو حتى مش شيرين كنت هعمل كده. لكن طالما القانون بيقول انها خلاص بقت واعية وهي سيدة قرارها، هي حرة في اللي هي بتعمله. لكن المعلومات اللي عندي ومعلومات موثوقة جدا جدا جدا، شيرين خرجت من المستشفى وراحت على النيابة، وبعدين بعد كده أدلت بشهادتها عما حدث بينها وبين شقيقها، الموضوع بتاع ان هو خدها وجرجرها وما اعرفش ايه. وبعد كده خرجت من النيابة، طلعت على مكان محدش يعرفه، هي بس اللي تعرفه وهي اللي اختارته. لكن هي مش في شقتها بتاعت التجمع ولا في الفيلا بتاعتها بتاعت صدق، وما راحتش قابلت بناتها في نفس اليوم، بعدها بيوم او اتنين. الكلام ده كان امبارح بالليل قابلت بناتها. اطمنوا بالنسبة لبناتها، بناتها كويسين. بنتها الكبيرة يعني فاهمة وواعية ومدركة وعندها ثبات انفعالي عظيم جدا جدا. دي مريم هنا لسه صغيرة شوية، ولكن باباها متولي رعايتها. وعايز اقول لكم في نجوم كتير جدا ساهموا في رعاية البنات وعرضوا مساعدات على الأسرة والبنات، سواء كانت مادية أو معنوية. يعني مش عايز أقول أسماء، ولكن في عدد من النجوم 3 4 هم اللي كانوا عملوا كده ووقفوا جنبها وساعدوها. وفي نجم كبير مش مطرب، ممثل، هو اللي كان بيتواصل مع شيرين وهي داخل المستشفى وقال لها اعمل لك اللي انت عايزاه علشان بس يعني يقف جنبها. راجل جدع وشهم برضه.
يعني لو متاح لي ان انا اكشف الاسماء ديت هكشفها، ولكن نظرا للامانه والناس اللي قالوا لي المعلومه ديت بدون ذكر اي اسماء خالص. لكن الخطوات اللي عملتها شيرين للاسف مش في صالحها. كان نفسنا شيرين تكمل علاج، كان نفسنا شيرين تفضل في المشوار بتاعها ده وتكمل. وبالمناسبه هي كانت حابه ان هي تكمل. مين بقى اللي اقنعها ان هي تخرج؟ والله العظيم ما اعرف، ولكن خروجها كان خطأ، ولسه بقول خروجها خطأ. كانت المفروض تكمل فترة نقاهها. أي نعم هي مرت ال20 يوم دول، مرت بأخطر مرحلة وأصعب مرحلة، وهي فكرة أعراض الانسحاب والأزمة الشديدة اللي أي حد بيخاف منها، أي حد يعني بيحاول إن هو يتعالج من الإدمان. لكن كان فيها فترة نقاهة وتأهيل نفسي، كان المفروض إنها تقعد في المستشفى وتكمل ده وتنعزل خالص، وتدخل بقى في يعني في الحاجات اللي هي اليوجا ويعني حاجات بالشكل دوت، يعني الحاجات بقى اللي هي الميتافيزيقا والحاجات اللي هي ما وراء الطبيعه بقى والتامل والحاجات دي كلها، لان ده بيكون كورس تاهيل نفسي لاي حد بيكون بيعاني من الادمان. كل اللي احنا عايزينه انها تكون بخير، والله مش عشان هي شيرين وبس، ولكن هي عشان انسانه ومواطنه مصريه، حد احنا نعرفه بشكل كويس جدا، والأم دي مسؤولة عن بنات، فربنا يا رب يرجعها لبناتها سالمة غانمة معافى. شكرا جزيلا.